النهاردة بقى جينا هنعمل كيكة، بس هي مش كيكة عادية، أو كيكة عادية وإحنا محليينها، أو عاملين فيها حاجة مختلفة علشان ما تبقاش كيكة عادية من اللي إحنا بنعملها ونشرب بيها الشاي دي. إحنا يعني في حاجتين اتنين زودناهم عليها، ويمكن باين أهو في الفيديو، علشان تدينا طعم وشكل جميل كده تفتح نفسنا، وتبهج الولاد لما يجوا ياخدوها المدرسة أو ياكلوها في البيت أو يفطروا بيها، فتديهم بهجة كده وانبساط. فياريت تشوفوا الفيديو كله من أوله لآخره، وياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتعملوا لي لايك علشان الفيديوهات تنتشر أكتر من كده، لأن القناة بجد واقعة خالص، مع إني أنا بتعب والله في الفيديوهات وبعمل لكم حاجات جميلة على قد ما بقدر. فياريت تشجعوني وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. تمام. فأنا عندي هنا الكيكة دي بجد خطيرة، مختلفة، المكونات بتاعتها بسيطة جدا، والنتيجة بتاعتها ولا أروع من كده، وشكلها بالألوان اللي فيها دي مبهجة جدا. فياريت تشوفوا الفيديو من أوله لآخره عشان تشوفوا إحنا طلعنا الجمال والحلاوة دي كلها إزاي. فيلا بينا على الفيديو عشان نشوفه مع بعض، ونسمي الله ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. أنا عندي الأول هنبدأ بالمكونات الجافة. أنا عشان ما أطولش الفيديو بس عليكم، أنا نخلت كوبايتين دقيق، وحطيت عليهم نص كوباية نشا، وهحط عليهم رشة بسيطة بس كربوناتة أو اللي هي البيكنج صودا. تمام. وهحط عليها ذرة ملح بسيطة كده، زي ما عليها كمان كيس محسن أو اللي هو كيك شيف أو بيكنج باودر. تمام. فانا عندي لغايه دلوقتي حطيت المكونات الجافه كلها مع بعض. بعد كده بقى هنركنها. طبعا عندنا المكونات السائله اهي حاطينها، عندنا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ ويكونوا يعني كبار، لو صغيرين نزود بيضه، وعندنا فانيليا، وعندنا هناخد معلقه خل كبيره، وعندنا نص كوبايه حليب برضو بدرجه حراره المطبخ، وعندنا نص كوبايه سمنه على زيت، او ممكن زيت بس متوفر عندك. وهاخد نص علبة الزبادي دي، لأنها الحجم بتاعها كبير مش الصغير، لو عندك الحجم الصغير خدي واحدة. تمام. وعندنا كوباية إلا تلت سكر، دي طبعا هنحطها تتضرب مع البيض والسمنة والحاجات السايلة دي. فأنا هجيب الخلاط بتاعي بقى وهضرب الحاجات دي كلها مع بعض، بعد كده نحطها على المواد الجافة. انا بدات ان انا قبل ما اجيب الخلاط ان انا فتحت الفرن، شغلته على درجه حراره 180 عشان ياخد درجه الحراره على بال ما اكون خلصت الكيك بتاعنا ونحطه في الفرن مع بعض. انا هبدا الاول احط البيض والسكر مع بعض والفانيليا ومعلقه الخل، وابدا اضربهم بس ضربه بسيطه كده لغايه ما احس ان السكر بدا يدوب. بعد كده هبدا ان انا ازود بقيه المواد السائله. انا ضربت السوائل كلها لغايه ما وصلت للون الفاتح دوت واتاكدت ان طبعا السكر خلاص داب. فهبدا اجيب المواد الجافه اللي هحطه، وانا في الوقت اللي كنت بضرب بيه السوائل جهزت القلبين دول، دهنتهم سمنه او زيت المتاح عندك، وبدرتهم بالدقيق، وهصب فيها الخليط. انا جبت المواد الجافه بتاعتي، هبدا ان انا اقلبها في بعض كده، وبعدين هصب عليها الخليط السائل ده. خلاص انا وصلت للقوام اللي انا عاوزاه، وكل المواد الجافة اختلطت بالمواد السائلة. كده العجينة أو الخليط أصبح جاهز إن أنا أصبه في القوالب، أو لو عايزة تعمليه في صينية أو صينيتين صغيرين، أو صينية مثلا 24 أو 26 تمام، أو 28، أو تقسميهم على صينيتين صغيرين مثلا كل واحدة حوالي 20.
تمام. بس إحنا عاوزين نكسر بقى الروتين بتاع الكيكة العادية بتاعة الشاي، فهنعمل لها تَكّة كويسة. فللي حابب، أنا عندي هنا ده زبيب وفروتة مسكّرة، أنا مبدّراهم بالدقيق علشان خاطر ما ينزلوش في القاع بتاع الصينية ويتحرقوا، يبقوا كده من جوّه قطعة الكيكة لمّا نقطعها، فأنا مبدّراهم بدقيق، فأنا هاحطّهم في الخليط وهاخلّيهم أقلّبهم مع بتاع الكيكة، وبعد كده نصُبّهم مع بعض. كده أنا خلّصت وجاهز الخليط إن هو يتصَب، بس علشان نتأكد إن كُلّه متجانس مع بعضه، بس هنجيب الspatula ونقلِّب بس كده، ونجيب من الجوانب ونجيب من تحت عشان نتأكد إن كل الخليط امتزج مع بعضه. إحنا عارفين طبعًا إن إحنا ما بنملاش القالب لآخره، بنحط مثلًا تلتينه أو 3/4 علشان طبعًا الكيكة بتاعتنا طبعًا بتعلى، ما تطلعش برّه القالب وتبهدل الدنيا. فبنجيب بعد ما هبدناها بدقيقتين كده، بنجيب عصاية الشيش طاووق وبنعمل فيها دوريات كده نطلّع منها الهوا وعشان تبقى متساوية من فوق، تمام كده؟ فأنا خلاص خلّصت القالب الأولاني، هاعمل القالب التاني. أنا كده خلّصت القلبين الاتنين، وهادخّلهم دلوقتي الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، ومش هافتح عليهم إلا بعد حوالي نُص ساعة، هابُص عليهم وأشوفهم، لإن طبعًا درجة الحرارة بتختلف من فرن للتاني، سواء كهربا أو فرن بوتاجاز عادي، تمام. فأنا هادخّلهم الفرن وبعد نُص ساعة هافتح عليهم وأشوفهم، لو لقيتهم احمروا من الجناب ولسه ما احمروش من فوق، هاولّع لهم الشواية دقيقة والّا دقيقتين وبعدين نخرّجهم سوا ونشوف النتيجة مع بعض. زي ما إحنا شايفين كده الكيك بتاعنا خلاص طلع من الفرن، هو خَد ساعة إلا تِلت، أنا بعد نُص ساعة بصّيت عليه واختبرته لقيته لسه ما استواش من النُص، فوطّيت عليه شوية، قلّلت درجة الحرارة شوية وبعد كده بعديها ب5 دقايق أو 6 دقايق ولّعت الشواية عليه على الوش بتاعه حوالي 5 دقايق كده وطفّيت عليه، يعني هو خَد 40 دقيقة، يعني خَد ساعة إلا تِلت. أنا لسه مطلّعاه حالًا دلوقتي زي ما إحنا شايفينه ما شاء الله أهو، ومن علامات نجاح الكيك إن هي بتعمل الشَّق اللي في النُص ده، تمام. فأنا هاسيبه بس يهدى شوية لإني أنا لسه مطلّعاه حالًا، هاسيبه يهدى شوية وبعد كده نطلّعه ونقطّعه مع بعض ونشوف النتيجة سوا. شايفين قدامنا الكيكة أهي، أنا قلبتها وحطيتها في طبق وهنقطعها ونشوفها من جوه شكلها عامل ازاي والسوا بتاعها ولا أروع من كده. إذا كانت من فوق أهي زي ما احنا شايفينها أو من تحت السوا بتاعها جميل وذهبي، فاتح يعني أغمق شوية من تحت وفاتح من فوق بالمنظر اللي احنا شايفينه ده في منتهى الجمال. هنقطعها بقى مع بعض ونشوف من جوه شكلها عامل ازاي، والفروتة المسكرة والزبيب مدينها منظر من جوه ازاي، واكيد مدينها طعم جميل طبعا مختلف عن الكيكة السادة العادية اللي احنا بنعملها مع بعض. فهنقطعها ونشوفها النتيجة مع بعض. شايفين كده أنا قطّعتها أهو، قطّعناها مع بعض، شايفين المنظر ولا أروع من كده، الشكل مبهج أوي وجميل ومختلف، كيكة عادية بس زوّدنا لها حبّة حاجات بسيطة تفرّح الولاد وتبسطهم وتحسّسهم إن الكيكة دي كيكة مختلفة في منظرها زي ما إحنا شايفين كده ولا أروع من كده. أنا قطّعتها والله وهي لسه سخنة بتطلّع دخان، بس حبّيت إن أنا أورّيها لكم وأورّيكم النتيجة بتاعتها وجمالها. فالمكونات بتاعتها بسيطة جدًا وهنقول موجودة أكيد في كل بيت، في لبن، في زبادي، أكيد في دقيق، في سكر، فحاجات بسيطة جدًا ومكونات بسيطة طلّعنا الحاجة القمر الجميلة دي، بناكلها مع كوباية شاي، مع نسكافيه، والأولاد ممكن ياخدوها معاهم المدرسة في الlunch box بتاعهم، وممكن الموظفين ياخدوها كمان. جميلة وزيناها بحاجات بسيطة. وأنا عايزة أقول لكم إن أنا الزبيب اللي أنا حاطاه ده اللي أنا عملته عاملاه في موسم العنب اللي فات.
فلو عملتوها بنفس الطريقة دي ونفس المقادير وعجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلوبكم من جميلة، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.